راجل عموته يفرض شروطه على الأهلي، رحيل اللاعب وأزمات الشحات وكوكا تهدد الفريق. جماهير الأهلي على موعد من صفيح ساخن جدا، مدرب جديد يقترب من الفريق ورحيل نجم كبير أصبح رسميا، وأزمات تجديد العقود بدأت تهدد استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم. عموته وافق على تدريب النادي الأهلي ولكن بشروطه الخاصة، ونجم الأهلي ودع الفريق بعد سنوات من التألق، بينما لا يزال ملف حسين الشحات وكوكا تشعل كواليس النادي. ايه اللي بيحصل داخل الأهلي؟ وهل ينجح عموته في إعادة الفريق لمنصات التتويج؟ تعالوا نعرف كل التفاصيل دي، بس قبل ما نبدأ طبعا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زرار الجرس وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا صديقي، البداية مع المدرب المغربي حسين عموته. الاسم حاليا أقرب بكثير وما فضلش غير إن هو يوقع العقود. التقارير أكدت أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حسمت اتفاق عموته بشكل نهائي. بدأ في المفاوضات الكبيرة وركز أكثر على المشروع الرياضي، ما ركزش على الأمور المالية، لكن المدرب كان عنده شروط واضحة وصريحة، أهمها الحصول على كاملة الصلاحيات الفنية داخل الفريق، واختيار جهاز المعنوي بنفسه، وعدم تدخل أي شخص في قراراته الخاصة بالتعاقد أو حتى الرحيل اللاعبين. أما من الناحية المالية فعقده يمتد لموسمين مقابل راتبه شهريا يصل إلى 120 ألف دولار. المثير أن العقد يتضمن شرطا جزائيا ضخما يصل إلى 360 ألف دولار، أي ما يعادل 3 شهور كاملة في حال قرار الأهلي فسخ عقده. ولم يتوقف الأمر عن ذلك، حيث يتضمن العقد حوافز مالية كبيرة مرتبطة بالبطولات إذا حصل عموته على مكافأة تعادل راتب شهري في حالة تتويجه بالدوري المصري، ومكافأة مثالية عند الفوز بالكونفدرالية الأفريقية، بالإضافة إلى راتب شهري كامل إذا توج بكأس مصر. وفي سياق آخر، أعلن النادي الأهلي رسميا أول رحيلين عن صفوف الفريق. النجم المالي أليو ديانج أنهى رحلته داخل القلعة الحمراء بعد سنوات طويلة كان خلالها أحد أهم لاعبي خط الوسط في الفريق. الأهلي أقام حفلة وداعية خاصة للاعب بحضور وائل جمعة وسيد عبد الحفيظ وعدد من مسؤولي النادي، في مشهد مؤثر أكد حجم التقدير الذي يحظى به اللاعب داخل النادي الأهلي. ديانج يستعد الآن لخوض تجربة جديدة في الدوري الأسباني بعد اتفاق مع نادي فالنسيا ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته الاحترافية، لكن الأزمات لم تتوقف هذا الحد. ملف حسين الشحات أصبح واحد من أكثر الملفات تعقيدا داخل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. الشحات انتهى عقده مع الفريق ويرحب بالاستمرار، لكنه يرفض العرض المالي الحالي المقدم من الإدارة. اللاعب حصل على عقد بقيمة 25 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى مكافآت، لكنه يطلب بالحصول على 50 مليون جنيه سنويا مع عدم خصم نسبة المشاركة. ومن المنتظر أن يعقد جلسة حاسمة مع سيد عبد الحفيظ لحسم مستقبله بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة. أما الملف الرابع فهو أحمد نبيل كوكا، لاعب الوسط الشاب، لم يحسم موقفه حتى الآن من التجديد أو الرحيل رغم محاولة الإدارة المستمرة بالإبقاء عليه. سبب التردد يعود إلى امتلاك عرضا أوروبي قوي يصل إلى 400 ألف يورو سنويا. الأهلي حاول إقناع اللاعب بالبقاء ورفع عرضه المالي إلى 20 مليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز تصل إلى 4 مليون جنيه أخرى، لكن اللاعب لا يزال يدرس جميع العروض قبل اتخاذ قرارات نهائية. وبالتالي نجد أن النادي الأهلي يعيش فترة مليئة بالتحديات بين مدرب جديد يستعد لقيادة مشروع ورحيل اسم مؤثر وصعوبة تجديد عقد بعض النجوم. ويبقى السؤال الأهم، هل ينجح حسين عموته في بناء فريق قادر على إعادة النادي الأهلي إلى منصات التتويج الحالي والقاري من جديد؟ في النهاية يا صديقي، كانت دي أهم أخبار النادي الأهلي. عموته اقترب رسميا وديانج يرحل، والشحات وكوكا ما زالوا مستقبلهم غامض. دلوقتي دورك، هل تعتقد أن عموته هو المدرب المناسب للنادي الأهلي؟ هل كان يجب على النادي الأهلي التجديد لإليو ديانج بدلا من رحيله؟ وهل يستحق الشحات الراتب الذي يطلبه؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس